السلام عليكم أزول فلاوان، مرحبا بكم في قناتكم تفت كويزين. معكم إيلين. نتمنى ان شاء الله الفيديو تاع اليوم تلقاكم كامل بخير وبصحة جيدة يا رب. اليوم جبت لكم هذا البريوش المالح محشي بالخضر بدون لحم، يجي بزاف خفيف وهايل. يولم بزاف مع هذه البرودة مع اون سوب ولا شوربه. تابعوا معايا الفيديو للاخير هكذا باش تشوفوا الطريقه. وبلا ما نطول عليكم نبداو بسم الله مباشره في طريقه التحضير. في لو ريسيبيون تاعي درت 2 كيسان ونص تاع الفرينه. بيان سور بعد ما كنت غربلتهم، ومن بعد زدت ملعقه كبيره ولا عفوا نص ملعقه كبيره تاع السكر مع ملعقه كبيره تكون ممسوحه تاع خميره الخبز. خلطت النواشف كما راكم تشوفوا مع بعضهم، ومن بعد زدت 3 ملاعق تاع الزيت. تقدروا هنا تستعملوا زيت الزيتون، كم تقدروا ثاني تستعملوا زيت سونغو على حسب الذوق تاعكم. ومن بعد هنا حكمت حبه بيض، نحيت البياض درته في الخليط تاعي في الريسيبيون، والصفار احتفظت به باش ندير به لا دوغور للبريوش تاعي. ومن بعد هنا جبت كاس تاع حليب دافي، ماشي سخون بزاف، يعني غير دافي شويه برك. ومن بعد بديت نلم في العجينه تاعي. حبيباتي هنا من الاحسن يعني ما تعجنوش بزاف في هذه المرحله، لموا برك هكا بصبعتيكم وقسمة تلم برك العجينه هذيك تاعنا. وثاني ما تفرغوش كامل هذاك الكاس تاع الحليب، فرغوا غير بشويه ولموا العجينه بهذه الطريقه. هنا كنت نسيت في المرحله هذيك الاولى كي درت النواشف نورمالمون ندير معاهم ملعقه صغيره تاع الملح، انا نسيته مزيان. تفكرت بلي مازال ما درتش الملح، درته في هذه المرحله وكملت يعني نشمخ ونلم العجينه او ميم طون ندخل هذاك الملح في العجينه تاعي. هذا هو القوام اللي لازم تتحصلوا عليه. لازم تكون العجينه تاعكم طريه وتجيكم كي شغل الاستيكي كما راكم تشوفوا. درت شويه تاع الفرينه فوق البلون دو طرافاي تاعي كما راكم تشوفوا، وبديت يعني نعجنها، ماشي عجن تاع الصح، يعني غير قسمه تلايم لي برك هذيك العجينه ويولي القوام تاعها املس كما راكم تشوفوا في الفيديو. دوكا في هذه المرحله العجينه تاعي راهي واجده. جبت لو ريسيبيون اللي شمخت فيه العجينه تاعي، دهنته بشويه تاع الزيت ونحط العجينه ونخليها حتى تخمر مليح ويتضاعف الحجم تاعها. انا خليتها 40 دقيقة. غطوها برك مليح باش ما ديرلكمش هذيك القشرة اللي من الفوق. بالنسبة للحشو كما قلت لكم درتو غير بالخضرة، درت حبة بصل متوسطة قطعتها دي كوب، سكرفجت ثاني 2 حبات سرودية، حبة كورجات تكون متوسطة، وثاني نص حبة تاع الطرشي هذا الاحمر عطالو واحد الذوق ولا اروع، مع سنة تاع ثوم، لي زيبيس درت الملح، فلفل الكحل، شوية تاع الكمون، وشويه تاع الكركم فوالا، وشويه تاع الفلفل العكري، وكل وحده دير لي زيبيس اللي موالفه طيب بهم. في هذه المرحله تقدروا تزيدوا الدجاج، انا فضلت ان نديرها اقتصاديه. زدت درت ثاني معاهم نص ملعقه تاع طماطيش مصبره. هنا بعد ما خمرت لي العجينه كما راكم تشوفوا ديغازيتها، ومن بعد حطيتها فوق لو بلون دو طرافاي تاعي وبديت يعني نقسمها. نتوما قسموها على حسب الحجم اللي راكم حابين تتحصلوا على الخبيزات تاعكم وشكلوهم كما راكم حابين. تقدروا ديروهم دي باغيت يكونوا صغار، ولا كما درت انا يعني خبيزات هكاك مدورين على شكل بريوش، على حسب الذوق تاعكم. فوالا هنا بديت يعني نشكل هذوك الكويرات بهذه الطريقه كما راكم تشوفوا، نشكلهم مليح هكذا باش ما يتخسروليش كي ندخلهم لو فوغ. نغطيهم يريحوا شويه. هنا بعد ما طاب لي الحشو لازم ينشف تماما من الماء هذاك تاعو، درتو في طبسي عفوا حتى برد، وبديت نشكل
في البريوش صالي تاعي. حكمت هذيك الكويره، حطيتها هكذا فوق البوطاجي وبديت نفتح فيها غير بيدي كما راكم تشوفوا. العجينه هذه بزاف هايله، تقدروا تشكلوها كما تحبوا، تعاونكم بزاف في الخدمه. آه، فتحتها ومن بعد جبت كميه تاع الحشو ودرتها لداخل، ودرت ثاني شويه تاع الفرماج. هنا الفرماج ديروا واش متوفر عندكم، تقدروا ديروا فرomاج غابي ولا هذاك تاع المثلثات كيما درت انا، تقدروا ديروا كامونبير ولا اي نوع من الفرماج عندكم. وكل ما تزيدوا في الفرماج كل ما يجيكم بنان. بعد ما غلقتهم مليح بالطريقه اللي شفتوها معايا، هنا نعاونها باش يعني ندورها هكذا بيدي باش يعني نتحصلوا على الشكل دائري. وهاي لك الخبيزه تاعي ولا البريوش تاعي راه واجد، نحطهم في سنيوه. هنا نكمل نشكل معاكم الخبيزات الاخرين. حبيباتي حبيت برك نذكركم ما تنسيش حبيبتي ديري لي الضك جيم للفيديو الى عجبك بيان سور. وثاني الى جربتيها هذه الوصفه ولا جربتي اي وصفه من وصفاتي ديري خلي لي تعليق هكذا باش تشجعيني. بعد ما كملت شكلت كامل هذوك الخبيزات تاعي، جبت الصفار اللي نحيته مع الاول، زدت له شويه برك تاع الحليب، ومن بعد بديت ندهن هذاك البريوش تاعي من الفوق. في هذه المرحله كنت شعلت الفوغ تاعي وخليته يسخن. وهنا جبت الخليط بين السانوج والجلجلان ودرتو هكا رشه خفيفه من الفوق. هذا ما كان. وحبيت ثاني نقول لكم بلي تقدروا تحشوا هذا البريوش غير بالفرماج ولا تزيدوا له اي اضافات. هنا حكمت هذاك الطرشي الاحمر، قطعت هكذا دوائر وحطيتهم بالفوق هكذا باش نشبح بهم البريوش تاعي وباش يجي المنظر تاعو شباب وياكلوه. فوالا نخليهم يخمروا مليح حتى يتضاعف الحجم تاعهم، ومن بعد ندخلهم للفوغ اللي خليته يسخن. بعد ما يطيب لي مليح من التحت وحمرته من الفوق، هذه هي النتيجة اللي تحصلت عليها، جاء ولا اروع. كاين حبات درت لهم غير الفرماج وما درت لهمش هذاك الطرشي من الفوق باش ياكلوه بناتي. اون كان ما حبوش ياكلوا لي هذا اللي فيه الفلفل من الفوق. هنا كما قلت لكم هذه الوصفة لازم تجربوها، ديروها لولادكم. الى فيديو اخر نقول لكم مع السلامة.